مستوعبين أن هذا ضريح الإمام الحسين صلوات الله عليه، وهنا موضع قبره روحي له الفداء. السؤال: ليش المفروض نطول داخل هذا الضريح وتحت هذه القبة؟ باختصار أضرب لكم المثال. لو أنا قلت لكم عندكم الفرصة تدخلون غرفة مليانة ذهب، والذهب مرتفع الحين، مليانة ذهب، وما عندكم شيء تشيلون فيه هذا الذهب وتاخذونه، شنو تسوون؟ راح تقول لي أكيد راح استخدم ايدي وريلي ملابسي زي اقول لك ايش كثر راح تطلع من هذه الغرفه، ايش كثر راح تحمل وتحمل من هذا الذهب. راح تقول لي ما راح اوقف، ليل نهار راح اقعد داخل الغرفه طول ما الفرصه متاحه لي لابقى. اللي ابي اقوله: وعد اهل البيت سلام الله عليهم لنا ان الدعاء مستجاب تحت هذه القبه امام هذا الضريح على هذا القبر. طلبوا من الله عز وجل ما تشاءون، وإن شاء الله بشفاعة الحسين تنالون ما تريدون. ليش ما تأخذون؟ الذهب كاهو داخل، المجوهرات داخل، ولكن قد تكون هذه المجوهرات معنوية وليست مادية. سلوا الله عز وجل ما تشاءون، طلبوا، ادعوا، والروايات كثيرة في الدعاء. ليش ما ندعي؟ ليش متعودين ان احنا نختصر؟ ليش متعودين ان احنا نقول لا والله لا تستحوا من الله عز وجل؟ وصايا اهل البيت ان نكثر الدعاء، ولا تقول والله انا يمكن استحي من الامام. لا تستحي من الامام، لا تستحي من الامام. الامام الوالد الشفيق والاخ الشقيق والصديق الرفيق كما في الرواية عن الرضا صلوات الله عليه. فلا تقصروا في الزيارة ولا تقصروا على أنفسكم بالدعاء. وأول وآخر دعانا اللهم عجل لوليك الفرج، ولن أنسكم تحت هذه القبة الشريفة إن شاء الله. في أمان الله.